ازيكم يا غاليين، عاملين ايه النهارده؟ جايبالكم حته فيلم ملوش حل. بس قبل ما نبدا الفيلم بتاعنا عندي ليكوا سؤال. لو انت مكان مارك هتسيب حلم حياتك والحاجه اللي بتحبها عشان موت صاحبك، ولا ما تقدرش تستغنى عن حلمك ايا كان السبب ايه وعشان مين؟ هستنى تعليقاتكم. هاتوا حاجه تشربوها عشان نبدا الفيلم سوا. فيلمنا بيبدا في البرازيل سنه 1950 مع بدايه مونديال كاس العالم اللي اتعمل وقتها في البرازيل، وطبعا معروف عن الشعب البرازيلي بانه اكتر شعب موهوب في كره القدم. وفي يوم الماتش النهائي لكاس العالم واللي كان ما بين البرازيل والارجواي، بيعلق المذيع وبيقول المقدمه الافتتاحيه بتاعه الماتش، وبيكون الاستاد مليان على الاخر وكل الناس في البيوت والقهاوي بتشجع. وجوه مدينه بارو بنلاقي الناس بتبدا تجهز نفسها عشان تسمع الماتش على الراديو، وبيبداوا يتجمعوا عشان يحضروا الماتش. ووقتها بيظهر ولد اسمه مارك بيشتغل ملمع احذيه، واصحابه قبل الماتش بينادوا عليه وهو قاعد شغال. فمارك بيسيب الشغل وبيجري وراه اصحابه، وبيبداوا يشيلوا الشرابات من على حبل الغسيل وبيعملوا منها كرة شراب. وبينضم ليهم جاك اخو مارك، وبيبداوا يلعبوا الكوره ما بين اسطح البيوت، وبينموا وقتها مهاراتهم الكرويه ولعبهم باسلوب الجنكا. واسلوب الجنكا ده اسلوب افريقي للدفاع عن النفس، ملهوش دعوه بالكوره. كان الافارقه بتدعوه زمان لما كان البرازيليين بياخدوهم عبيد، ولكن الاولاد دول بيستخدموه في لعب الكوره ما بينهم، وبيخليهم متمكنين اكتر في الكوره. وبالذات مارك بعد ما بيخلصوا لعب ولعبهم بيخلص بهزار بايخ فبيبهدلوا بعض بالطينه. بيروح مارك وجاك البيت وهما متبهدلين بالطينه، وابوهم بيشتغل عامل بينظف الحمامات، وامهم سيليستي بتشتغل خادمه عند الناس الاغنياء. والناس الاغنياء دول ليهم ابن اسمه توني بيلعب كوره برضو زي مارك. بيروحوا للبيت وامهم بتسالهم ايه اللي عمل فيكم كده وايه اللي بهدلكم بالطينه كده. فمارك بيقول لها ان هو خلص تلميع احذيه وبعدين وقع في الطريق، لكن جاك بيقول لها الحقيقه. فمامته بتزعق له وبتقول له قوموا نظفوا نفسكم. فبيطلبوا منها ان هم يشوفوا الماتش، لكنها بتعاقبهم وبتقول لهم مفيش ماتش. وبنرجع للماتش تاني وبنروح للقهوه اللي جنب مارك، وبيكون قاعد فيها زباين كتير بتسمع الماتش على الراديو. بيبقى معاهم دندنيو ابو مارك، وبيعلق المذيع وبيقول النتيجه 1-1، وبتبقى الناس كلها قاعده قلقانه. وهنا بيكون مارك واصحابه فوق السقف بيتفرجوا معاهم. فبيسمع مارك اللي بيحصل في الماتش، وبيرجع يقول لاصحابه من فتحه صغيره ان الارجواي سجلت هدف الفوز في اخر وقت وبتكسب كاس العالم ال50 وتتحطم امال الجماهير البرازيليه كلها. وبيبداوا اصحاب مارك يروحوا واحد ورا واحد، ولكن مارك بيفضل يبص على القهوه من الفتحه، فبيلاقي ابوه قاعد بيعيط. فبيبدا مارك غصب عنه هو كمان يعيط. وهما الاتنين في طريقهم للبيت، مارك بيقول لابوه بكل ثقه اوعدك ان هجيب للبرازيل كاس العالم. ولكن هنا ابوه بيقول له اسمع كلام والدتك وركز في دروسك وسيبك من لعب الكوره تاني. وتاني يوم الصبح بتكون سيليستي قاعده بتمسح ارضيه المطبخ للناس اللي شغاله عندهم، وبيكون معاها مارك وبتقول له تعرف ان انا اتجوزت باباك بعد ما شفته جاب 5 تجوان بدماغه. باباك كان حريف، ولكن للاسف الكوره ما بتاكلش عيش وملهاش امان. بمجرد ما اتصاب في ركبته ومشوه من النادي، وهو دلوقتي ولا ليه معاش ولا ليه تامينات، واضطر يبقى بواب. هنا بتنادي صاحبه البيت على سيليستي، فبتقوم تقول لابنها كمل انت. وبتروح سيليست تشوف صاحبة البيت عايزة منها ايه. بيقوم مارك عشان ياخد حتة كيكة عينه عليها من بدري، ولكن هنا بيدخل عليه توني ابن صاحبة البيت، وبيبقى معاه في الوقت ده زمايله وبيكونوا بيلعبوا كورة. فبيرجع مارك على الارض بسرعة وبيعمل نفسه انه بيمسح الارضية. توني بيبدأ يتكلم مع اصحابه عن مكتشف كروي اسمه فلاديمير بيكتشف اللعيبة وهيعمل بطولة بين فرق الكورة، واللي هيكسب منهم هيختار منهم لعيبة ويبيعهم للنادي اسمه سانتوس البرازيلي. توني واصحابه بيتخيلوا في الوقت ده ان الراجل ده ممكن يكتشفهم، لان كل واحد منهم شايف ان هو لعيب قوي جدا. بيبداوا يذكروا اسامي اللاعبين اللي هم قريبين ليهم. هنا بيتدخل مارك بحماس وبيقول لهم انا كمان هيكتشفني لان لعبي فيه شبه من بيليه. هنا الاولاد بتبدا تتريق عليه وبيقولوا له ان ما اسموش كده، ولكن الاولاد دي بتقرر تسميه بيليه عشان يفضلوا يضحكوا عليه. بيروح توني يرمي الكوره في جردل الميه اللي قدام مارك وبيغرق. فبتروح سيليستي داخله عليهم وبتقول لتوني انا اسفه مش هيعمل كده تاني. مارك بيقول لها لا يا ماما هو اللي دلق عليا الميه، لكن سيليست بتقول لابنها اسكت وبتاخده عشان تروحهم. ولكنه بياخد ورقه اعلان البطوله اللي كانوا بيتكلموا عنها وبياخدها معاه، وبيروح مارك يوريها لاصحابه. فبيقرروا ان هم يعملوا فريق كوره زيهم زي باقي الولاد، وفعلا عملوا فريق خماسي ودخلوا البطوله بتاع فلاديمير. وبيبداوا الماتش وهم بيلعبوا حافيين، ولكنهم بيكسبوا كل الفرق اللي بتقابلهم وبيتاهلوا للدور اللي بعد كده. ومع بدايه الدور التاني بيقرروا انهم يلبسوا فانلات زي باقي اللعيبه،
وواحد صاحبهم بيخيط لهم فانلات من ملاية السرير بتاعتهم. بيدخلوا الدور التاني وبيكسبوا كل الماتشات وبيتأهلوا للماتش النهائي، واللي هيقابلوا فيه فريق الملوك زي ما هم مسمين نفسهم، واللي بيقودوا توني. بيعلن المعلق عن ميعاد الماتش النهائي ما بينهم، وهنا بيتريق توني عليهم عشان مش لابسين حاجة في رجليهم. فبيقرر مارك انهم لازم يلبسوا حاجة في رجليهم، ولكن معهمش فلوس. وبيقرر واحد صاحبهم انهم يسرقوا اشولة فول سوداني اللي كانت بتتحمل على عربية نقل، وبيسرقوا كام شوال وبيجروا، وبيطلع العمال ويجروا وراهم، ولكن بيقدروا يهربوا منهم. وبياخد صاحبهم السوداني وبيبيعوا في السوق، وبيشتري لهم جزم للكورة. الجزم دي بتكون مستعملة واسعة، ولكنهم برضو بيلبسوها. وفي نفس الوقت ده بتكون سيليستي قلقانة اللي بيعمله ابنها، لان ده بيهدد اكل عيشها. يعني لو مارك كسب توني هي ممكن تمشي من الشغل، ولكن ابوه بيكون واقف جنبه وبيشجعه على حلمه. بتيجي المباراة النهائية في البطولة وبيحضرها فلاديمير مكتشف اللاعبين، وبيكون ابو مارك واقف وسط الجمهور بيلبس مارك واصحابه الجزمة لأول مرة، وبتكون واسعة في رجليهم ومبيقدروش يلعبوا بيها كويس لان هم مش واخدين عليها. فبيدخل فيهم 6 جوان وهم طبعا 0. بيبدأ الجمهور يتريق عليهم، فهنا مارك بياخد قراره وبيقلع الجزمة. هنا بيبدأ بقى يلعب بحرفنة جدا، وبيبدأ فريقه يقلعوا الجزم وبيحس انهم كانوا مربوطين ويتحرروا. ولما قلعوا الجزم بيسجل مارك اول هدف ليه، وفريقه بيتحسن وبيفضلوا يسجلوا لحد لما النتيجة بتوصل ل6-5. ولكن للأسف بيخلص الوقت وبيخرج فريق مارك خسران، واللي فرق جون واحد بس. بيخرجوا من الملعب زعلانين، ولكن بالرغم من كل ده كل الجماهير بتبدأ تهتف باسم بلاي، رغم انه ما بيحبش الاسم ده، بس كل الناس كانت فرحانة. وبتيجي المفاجأة ان فلاديمير بيختار مارك لنادي سانتوس، فبيروح يتكلم مع باباه وبيديله الكارت بتاعه عشان يتصل بيه. فرحة بلاي واصحابه بتختفي اول ما بيشوفوا العمال اللي هم سرقوهم وهم داخلين يجروا وراهم. فبيجري مارك واصحابه وبيفضلوا هم كمان يجروا وراهم، وبتكون الدنيا في الوقت ده بتمطر جامد جدا. بيفضلوا يجروا لحد لما بيستخبوا في حفرة ما بين الشجر، ولكن بسبب الامطار الغزيرة دي بتنهار الحفرة وبيقع جواها تياجو. بيحاول مارك انه يساعده ولكنه مش بيقدر، فبيبدأ ينادي بصوت عالي جدا لحد لما العمال بتسمع الصوت وبتروح عليه، ولكن بيكونوا اتأخروا. فبيخرجوا جثة تياجو من الحفرة وبيكون مات، وبيشيلوه في مشهد حزين جدا. بيروح مارك بيته وهو حزين وبيعيط لأمه، وبيقول لها ان اللي معذبه في موت تياجو انه مات بسبب السوداني اللي هم سرقوه، واللي اشتروا بتمنه جزم للكورة، وانهم ما استفادوش من لعبهم ده بحاجة. وبيوعد امه انه مش هيلعب كورة تاني ابدا، وانه هيرجع يلتفت لدروسه من اول وجديد. وكمان بيقول لها انه يروح يشتغل مع والده. فعلا مارك بينفذ كلامه وبيروح يشتغل مع والده عامل نظافة في مستشفى، وبيبدأ يقل شغفه ناحية الكورة وبيخش في حالة انطواء وما بيتكلمش مع حد. وبتفوت الأيام، وفي يوم أبوه بيقوله إنه كان بيتمرن بالمانجا بدل الكورة لأنها كانت صغيرة وبتعلمني التوازن، ولأن أبوه كان لاعب كورة كويس فبيبدأ كل يوم يتمرن بعد الشغل بالمانجا. لحد لما في يوم بيبدأ مارك يتمرن معاه تاني، وفعلا تمرين مارك بالمانجا بيعلمه حاجات كتير. بتمر السنين وبيكبر مارك وبيدوم على تمرينه بالمانجا. وبعد الشغل كل يوم بتبدأ سيليستي أمه تحس إن ابنها بدأ يرجع مبسوط من تاني عشان رجع يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. فهنا بتطلع الكارد بتاع فلاديمير مكتشف اللاعبين اللي محتفظة بيه بقالها 7 سنين. بتتصل بيه وبتكلمه على ابنها، وبيجي فلاديمير فعلا وبيشوف مارك وهو بيتمرن بالمانجا مع أبوه. ولما مارك بيروح البيت بيلاقي فلاديمير مستنيه هناك، وبيقول له إيه رأيك تيجي اختبارات نادي سانتوس؟ فبيفرح مارك جدا وبيحضن أمه عشان هي مهتمية بيه ومهتمية بالحاجة اللي هو بيحبها. بيبدأ مارك يحقق أول خطوة في مشواره، هو إنه يسيب بيت أهله وبيسافر لمدينة سانتوس عشان يعمل اختبارات القبول في نادي سانتوس. بيدخل مارك كل الاختبارات وبيعديها كلها، وبينضم لفريق سانتوس، ولكنه مش بيكون عارف يلعب كويس بسبب إن المدرب بتاعه بيطلب منه إنه يتخلى عن طريق لعبه ويلعب لعبه بالكرة الأوروبية. فبيحس مارك بالإحباط وإن مستواه أقل من الأول بكتير، وبيقرر إن هو ياخد شنطته ويسيب النادي. وهو ماشي بيشوفه فلاديمير، فبينزل وراه وبيروح محطة القطر وبيبدأ يدور عليه لحد لما بيلاقيه، وبيسأله فلاديمير وبيقول له انت ليه مشيت؟ فقال له ان المدرب مش عاجبه طريقة لعبه ولا هي طريقة الجينكا. فبيبدأ فلاديمير يحكي له حكاية ظهور الجينكا وان هي ظهرت في القرن ال16، وبيقول له فريق البرازيل بسبب المهارة دي خسروا كاس العالم ال50، فمن بعدها قرروا ان هم يلغوها ويلعبوا لعب اوروبي عشان المشكلة ما تتكررش ويخسروا تاني بسبب اللعبة دي. ولكن فلاديمير بيقول له لو انت مؤمن ان انت تقدر تلعب اللعب ده وتعمل تغيير ارجع الملعب، ولكن لو انت مش مؤمن بكده وان المدربين عندهم حق في تغيير طريقة اللعب روح لانك مش هتقدر تلعب لعبهم. كلام فلاديمير بيأثر في مارك، بيقرر انه يرجع للملعب وانه هيلعب لعبة اللي هو متقنها. بيبدأ مارك ينتظم في التمرينات وبيبدأ يوازن ما بين لعبه وما بين لعب الكرة الأوروبية لحد ما قدر انه يسجل اول جون. وهنا بيفكر المدرب انه هيزعق له
عشان لسه بيلعب اللعبة، ولكنه بيتفاجئ بالمدرب وبيقول له ان هو عاجبه اسلوبه وانه قادر يوازن بين الاتنين، كأنه بيخلق نوع جديد من اللعب. وبيقدر مارك وبعدها بيسجل 4 أهداف في مباراة واحدة. وبدأ مارك يتطور اكتر واكتر واصبح في تشكيلة الفريق الاساسية، وكمان بقى هو هداف الفريق وهو لسه عنده 16 سنة بس. بيسافر بعد كده مارك في اجازة عشان يزور اهله هناك، وبيسمع على الراديو عشان يعرف مين اللي تم اختيارهم في تشكيلة منتخب البرازيل في كاس العالم 58. طبعا مارك ما بيبقاش متخيل ان هم هيختاروه، ولكن بيتم اختياره وبيفرح جدا لما بيسمع اسمه وانه ما بين تشكيلة المنتخب اصغر لاعب كرة قدم في الفريق. بيسافر مارك عشان يحضر المؤتمر الصحفي للمنتخب، وهناك بيقابل توني ابن الناس اللي امه كانت بتشتغل عندهم، ولكنه غير اسمه باسم مازولا وهو كمان بيلعب في المنتخب. وبيبدأ المؤتمر الصحفي وبيسأل الصحفي وبيقول له انتوا هتلعبوا بطريقة الجنكة؟ فهنا بيخطف مارك المايك وبيرد على الصحفي وبيقول له طبعا اسلوب الجنكة اسلوب ما فيهوش مشكلة. فهنا بيخطف مدرب المنتخب المايك من مارك وبيقول للصحفي مش هنلعب لعب الشوارع ده، احنا هنلعب بالطريقة الأوروبية المتحضرة. بيستدعي مدرب المنتخب مارك وبيقول له جايز الجنكة خلت منك لعيب حريف، بس الكلام ده كان في سانتوس مش في المنتخب هنا، انا مش هسمح بلاعب عندي في المنتخب يلعب اللعب ده. وبيجي اختبار الكورة أخيرة عشان المدرب يختار التشكيلة النهائية للمنتخب، وبيكون وقتها مارك بيلعب سيء جدا لأنه التزم بكلام المدرب ومش عارف يلعب لعبه، ولكن للأسف بيتصف في رجله وبتكون الإصابة دي إصابة قوية. وبيروح بعد كده مارك ويكلم أهله وبيعتذر لهم إن هو ساب الدراسة ومشي ورا حلم الكورة. فبترد عليه أمه وبتقول له إحنا خلاص أخدنا القرار وكلنا معاك، وإنك بدأت تكمل بدايات مباريات كأس العالم 58. وفازت السويد على المكسيك، وفي مباراة البرازيل وإنجلترا اتصاب 3 لعيبة من البرازيل. فبيجي بعد كده يوم مباراة البرازيل والاتحاد السوفيتي، وما كانش قدام المدرب غير انه يلعب مارك حتى لو لسه اصابة ركبته ما خفتش. بينزل مارك الماتش وبيبقى تايه لان دي اول مرة يلعب مع المنتخب، غير كده ان هو لسه تعبان من الاصابة اللي في رجله. ولكن لحسن حظهم قدروا ان هم يكسبوا الاتحاد السوفيتي 1-0 بالعافية. بتيجي المباراة اللي بعد كده وبتكون صعبة وبتكون قدام فرنسا في الشوط الاول، بيخرجوا 1-0 لفرنسا وبيخشوا الاستراحة اللي ما بين الشوطين. بيقول توني لمارك انت الوحيد اللي قادر انك تكسبنا الماتش، امن بنفسك وامن بالجنكة وارجع العب لعبك تاني. بيبدأ الشوط التاني وبينزل مارك وبيقرر ان هو هيلعب لعبه، بيلعب بطريقته، وبيقدر ان هو يسجل 3 اهداف للبرازيل وبيكسبوا فرنسا 3-1. وبيكون فاضل لهم الماتش النهائي قدام السويد. بيتصل ابو مارك وبيقول له انا شفت الماتش الاخير قدام فرنسا، وبيقول له ان انت كنت هايل جدا، وهي دي الثقة بالنفس اللي مطلوبة منك حاليا، وكمان حاول تخلي اصحابك يثقوا في نفسهم عشان تقدروا تحققوا البطولة وتلعبوا لعب جماعي. بيقتنع مارك بكلام والده تاني وبيروح يتكلم مع زمايله وهم بيتغدوا، وبيقول لهم احنا هنروح لغاية المنارة اللي على البحر بالكورة بس بطريقة الجنكة عشان كلنا نوحد اللعب ما بيننا. وفعلا بيتحمسوا وبيبدأوا يلعبوا بالكورة وسط الفندق وجوه المطبخ وبره الفندق، وبيكون المدرب في الوقت ده متابعهم لكنه بيتابع في صمت من شباك الفندق وبيشوفهم وهم بيخرجوا كل المهارات اللي عندهم. فبيبدأ المدرب يشاور عقله من تاني وبيحس ان هو عنده كنز. وتاني يوم بيقول للعيبة ان احنا قدامنا طريقين بلعب الكورة، بالطريقة الحديثة ودي هنخسر، يا اما تلعبوا باسلوب الجنكة وهنكسب. وطبعا هما ما يعرفوش ان المدرب شافهم، عشان كده غير رأيه. بيجي ميعاد المباراة النهائية لكأس العالم ما بين السويد والبرازيل. السويد في الاول بتسجل بتبقى النتيجة 1-0 للسويد. بيبدأ مارك يبص على الجمهور اللي في المدرجات، وبيتخيل طبعا الناس اللي بتتفرج عليه في البرازيل في كل مكان، وبيحس قد ايه الناس دي تستاهل ان هي تفرح وان هو يشرفهم. بيبدأ مارك يبرز مهاراته الفنية واسلوب الجنكة، وبيقدروا يسجلوا الهدف الاول للبرازيل، وبعدها بيسجلوا التاني. وبتكون لاعيبة السويد مش فاهمة اللي بيحصل، والسويد وقتها كانت فرقة قوية جدا. الموضوع ما بيوقفش لحد هنا، وبيسجلوا التالت والرابع والخامس كمان. بيفرح مارك او بيليه زي ما الجمهور بيقوله، وقتها كان بيناديله وهو كان مبسوط بالفوز. وبينزلوا الشوارع وبيحتفلوا باول كاس عالم ليهم، والاسطورة بيليه اصبح اصغر لاعب يشارك في كاس العالم، وكان هو صاحب الفضل الاكبر في الفوز وقتها. ايه رأيكم في الفيلم؟ لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة عشان اسمكم يظهر معانا الفيلم اللي جاي، وعشان تشوفوا كل الافلام الجديدة. اشوفكم الفيلم الجاي، باي باي.